عارف اللحظة اللي انت بتقع فيها؟ اللحظة اللي بتبقى فاكر ان الناس اللي حواليك هيمسكوك قبل ما توصل للأرض. بعد كده بتكتشف انك انت بتقع لوحدك، وان مفيش حد حتى مدلك ايده عشان يساعدك. اللحظة دي مش بتكسرك، اللحظة دي بتعرفك الحقيقة اللي عمرك ما كنت عايز تصدقها. في يوم من الأيام كان في شاب اسمه آدم، شاب بسيط الناس بتحبه وهو بيحب يقف جنب الكل. أول ما حد كان بيقع هو أول واحد كان بيتصل بيه، وأول ما حد كان بيحتاج مساعدة هو أول واحد برضه كان بيجري عشان يساعده. كان فاكر إن هي دي الصداقة الحقيقية، لكن عمره ما سأل نفسه لو هو اللي وقع مين هيمدله إيده ويساعده. في يوم كل حاجة اتقلبت على آدم، خسر شغله وفلوسه خلصت وصحته ابتدت تتعب، والناس اللي كان فاكرهم اخوات بقوا صامتين. مفيش تليفون بيتصل، مفيش حتى عامل ايه يا صاحبي. حتى البوست اللي نزله هو متضايق الناس عدت عليه كأنه مش موجود. في مرة كان قاعد على السرير بيبص في الموبايل، وبيشوف الأسماء اللي ساعدهم قبل كده واللي كان فاكرهم أعز أصدقائه، دلوقتي محدش فيهم ظهر. في الأول آدم زعل، بعد كده تعب، بعد كده سكت، وساعتها فهم إن مش دايما الناس بتبقى وحشة، لكن هما بيشوفوك على قد احتياجهم ليك. بيحبوا وجودك بس لما يخدم مصلحتهم، ولما انت بتقع هما بيختفوا، مش عشان خاطر بيكرهوك، لكن عشان انت بقيت بالنسبة لهم عامل زي المراية اللي بتفكرهم انهم ممكن يقعوا هما كمان. والناس بتكره تبص على المراية اللي فيها ضعفهم. بعد شهور من الوحدة آدم قرر يغير طريقة التفكير. قال لنفسه أنا كنت سند للكل، بس عمري ما كنت سند لنفسي. بدأ من الصفر وبدأ صغير وبدأ لوحده. كان كل يوم يكلم نفسه مش الناس. كان بيقول إن الناس اللي اختفوا علموني إني أقدر أعيش من غيرهم، والناس اللي سابوني علموني إن أنا أعتمد على نفسي أكتر. ومن اللحظة دي حياته بدأت تتحسن واحدة واحدة، مش عشان خاطر الناس رجعت، لكن عشان هو رجع لنفسه. ما تزعلش لما تقع وما تلاقيش حد يساعدك، لأن ربنا أحيانا بيخليك تقع عشان تشوف مين اللي واقف فعلا، ومين اللي مجرد ظلك لما الشمس بتيجي عليك. والناس اللي بيختفوا وقت ضعفك ما ينفعش يكونوا معاك وقت قوتك، وما ينفعش تزعل منهم حتى، لأنهم علموك هو درس، وهو إنك كفاية على نفسك. كمان خليك فاكر، اللي بيختفي لما انت بتقع بيخليك تقع في الصح، تقع عشان تقوم أقوى وأنضج وأنضف. بس وبكده خلص الفيديو بتاعنا، وما تنسوش تكتبوا الآراء بتاعتكم في الكومنتات. وسلام.